قاعدة بسكرول في امان الله على الفيسبوك وشفت ده وده وده. طب مشيني انا بس كده، مشيني انا بس كده، مشيني انا بس كده. طب مشيني انا لا هو حقيقة أصلا بك أول حاجة حقيقة أول حاجة مش بيه هذا خلاص أصلا من الحقيقة باسمي. اتفضل. في الحقيقة يا جماعة أنا أول ما جيت من الحاجة كده أول حد لقيت المرحومة بنت أرجو والبنت الأول. حضرتك بتقول ايه؟ انا ماشي. وهنا تذكرت اني بقلب على نفسي المواجع. ما تيجي نشوف الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر، مرحب بكم. انا مروه خالد ويلا نبدا. ودي باك جراوند جديده، هنرجع للسواد تاني بس مش دلوقتي. تعرف ان في من 7 ل 12 شخص من كل 100 شخص عندهم رهاب اجتماعي او بما يعرف سوشيال انكزايتي. وعلشان تعرف ده معناه ايه، شوف الاعراض التاليه: انك تحس بالتوتر الشديد والخوف انك تقابل حد غريب، على طول حذر من الناس عشان خايف لا تتعرض لحرج او نقد، لدرجه انك بتبقى خايف اصلا ان الناس تلاحظ حرجك ده. والعرض الشهير بتاع انك خايف تحضر اي حدث اجتماعي، وممكن توصل انك مش عايز تطلع من البيت. ضيف بقى في جزئيه الدراسه انك بتخاف اصلا ان انت تناقش الدكتور اللي بيشرح لك، بالاضافه انك لو عندك برزنتيشن بتبقى طالع مرعوب ومتوتر جدا، وبتبقى التأتأة متقن. اما عن الاعراض الجسديه فبتكون العرق، ضربات القلب السريعه، او احمرار في الوجه. وده مش بلاشر يا اختي، ده خوف، مش هندلع هنا. طبعا انت لو عندك اغلب الاعراض دي فانت عندك سوشيال انكزايتي، مع اني ارجح ان انت تروح لطبيب نفسي، هو هيشخصك افضل. والقصص في الموضوع ده كتيره جدا. انت نفسك ممكن يكون عندك رهاب اجتماعي، ونروح بعيد ليه؟ انا عندي رهاب اجتماعي، وده بسبب ان الناس كتير بتشوفني متكبره في البدايه، مع اني والله على الله حكايتي. وده لاني في اغلب الاوقات بكون بعيده، بخاف ابدا كلام، بخاف اخد المبادره لو اتكلمت مع غرباء، ولو في اي مناسبه اجتماعيه ببقى شايله همها جدا، لاني ببقى خايفه اتواجد مع ناس غريبه، مببقاش متوقعه رد فعلهم اتجاهي هيكون عامل ازاي. ده طبعا غير عدم الثقه، لاني ببقى خايفه ان هم يسخروا مني. ده لولا عيب ان شحطه زيي واني لازم اواجه وكده، كنت جبت ماما في اغلب المواقف عشان ترد عني، ويمكن اكون بحاول اتخطى ده. ايوه، ودلوقتي هنيجي لاهم حاجه انا عامله الفيديو ده عشانها، او معنى صح انا عامله الفيديو ده كله علشان ازاي نساعد نفسنا علشان نتخلص من الرهاب الاجتماعي. في بعض الاحيان لو انت شايف ان الرهاب الاجتماعي مؤثر على سير حياتك، لازم تروح لطبيب نفسي وتستشيره، لان في بعض الاحيان العلاج بيكون ببعض الادويه زي ادويه الاكتئاب، وكمان العلاج بالتعرض، وطبعا ده لازم يكون تحت اشراف الطبيب النفسي. اما اللي نقدر نقدمه لنفسنا فعلا، اطلب الدعم من اللي حواليك، اللي انت حاسس انهم بيحبوك فعلا وهيقدروا يساعدوك. حاول دايما تتواجد في المكان اللي فيه ناس بيحبوك، اللي هتقدر تتكلم معاهم بكل ثقه، ده هيزود ثقتك بنفسك جدا. ودايما تتكلم في الموضوع اللي انت مهتم بيه، عندك كده شغف اتجاهه، ده لو عندك شغف يعني يكون عندك شغف اتجاهه، ده هيساعدك برضه انت تزود ثقتك بنفسك ويقلل الرهاب الاجتماعي. كمان لو اتعلمت مهارات جديده ده هيساعدك جدا، لان زي ما قلنا تعلم المهارات الجديده هيزود اللباقه وقدرتك على الكلام، بالاضافه ان هو هيساعدك يكون برضه هنزود ثقه بالنفس. وطبعا مش في يوم وليله هتكون شخص اجتماعي، بس على الاقل هتكون مبسوط وسط ناس بتحبهم، ومش هيحكموا عليك ولا هيقولوا لك ايه ده عيب لما تكوني في السن ده وما تطلعيش تسلمي على الناس. برضه مش هطلع، شكرا يا طنط. واوعدكم ان انا هحاول اجرب كل الحاجات دي، ولو جابت معايا نتيجه هبقى اقول لكم. وعايزه اقول لكل حد، لو انت شفت حد عنده رهاب اجتماعي حاول تبدا انت معاه الكلام، هتكسبه فعلا كصاحب. واخيرا عايزه اقول لكم ان انا معتمده في حياتي على المشكله اللي تتحل واتساب، مش لازم نعمل مكالمه تليفون. وسلمني على الرهاب الاجتماعي. سلام.